كان في شركة كبيرة رحتها، المدير قاعد في مكتبه الفخم عمال يصرخ ويزعق، الموظفين كسلانين، المشاكل عمالة تزيد، لازم نطردهم. وفجأة أكبر عدد من العملاء ساب الشركة وساعتها الشركة خسرت. طب ليه؟ هقول لك على سر خطير هيغير طريقة إدارتك من النهاردة، لأننا النهاردة هنفضح أكبر غلطة بيعملها ويكررها المديرين. تخيل معايا مدرب فريق كرة قدم قاعد في المدرجات وعمال متضايق من الفريق وعمال يصرخ ويزعق ويزعق لده ويزعق لده، النتيجة هتكون إيه؟ اللاعيبة هتتلخبط، الفريق هيخسر، الكابتن هيفضل يشتم ويزعق. نفس الحكاية في الشغل، المدير البعيد عن فريقه بيعمل إيه؟ بيسمع كلام حد واحد بس وباقي الفريق صوته مش مسموع بالنسبة له. اتنين، بياخد قرارات غلط، بيطرد الموظفين، بيشدد العقوبات، بيزود الصلاحيات، بيشدد على الترقيات. 3، بيسأل نفسه أسئلة غلط، ليه الموظفين كسلانين؟ ليه الشغل بطيء؟ ودي من الأسئلة الغلط اللي ما ينفعش المدير يسألها لنفسه. المفروض يسأل إيه؟ أنا فين من فريقي؟ القائد الحقيقي هو اللي بينزل في وسط فريقه، يسمع كل الأطراف، يشوف المشكلة بنفسه، يحلها من الجذور. فين الشركة اللي اتكلمنا عليها من الأول؟ عرفنا ليه الشركة دي خسرت أكبر عدد من العملاء؟ علشان المدير كان بعيد عن الواقع. طب شاركنا برأيك في الكومنتات، هل شفت مدير زي ده قبل كده؟ وكان إيه اللي بيحصل معاه؟ ما تنساش اللايك والشير ودعم الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جاية. سلام.